لا شك أن النبأ الذي تناولته وكالات الأنباء المحلية والعالمية اليوم منذ ساعات قليلة هو نبأ يفرح كل حر ويفرح كل مسلم وكل عربي. وهذا النبأ الذي تناقلته وكالات الأنباء هو خضوع طائرة إيرانية قادمة من إيران للتفتيش الدقيق في مطار بيروت في لبنان، ويسمى مطار الحريري، رفيق الحريري. وهذا النبأ إن دل فإنما يدل على استرداد بيروت لعافيتها أمام الصلف الإيراني الشيعي الرافضي. ما كان أحد يجرؤ أن يستوقف إيرانيا على أرض لبنان قبل ذلك، فضلا من أن يستوقف طائرة وتخضع الطائرة للتفتيش الدقيق. إنما يدل هذا على أن الله تبارك وتعالى وهو الذي حرر دمشق وحلب وسوريا من بطش الطاغية بشار قادر سبحانه وتعالى أن يحرر إخواننا على أرض لبنان من هذا الطاغية الجاثم على صدور اللبنانيين لعقود مضت بهذا الصلف الإيراني الرافضي والذي يتزعمه حزب الله. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يمكن لإخواننا على أرض لبنان، يمكن لهم في وطنهم وفي داخل أرضهم حتى يستطيعون أن يعيشوا بحريتهم وأن يسجلوا بأيديهم وبأنفسهم مصيرهم في مستقبلهم. هذا، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد.